هلا هلا. راح اسوي اليوم فطيرة دجاج بالبوف باستري. هي معروفة بس انه راح اسويها معاكم. حطيت هنا شوية زيت زيتون، راح احط عليه شوية بصل على بال عشان ابغاها تبرد، عشان ما احطها على العجينة وهي حارة. حطيت معاه فلفل بارد، راح احط معاه جزر مبشور. ممكن تحطوا ثوم لو حابين او فلفل حار لو حابين. حطيت عليه شوية فطر معلب، وحمسته شوية معاه. بس راح احط الحين البهارات، راح احط شوية كمون. ابغى البهارات شوية شوية كذا تنحمس قبل لا احط الدجاج. راح احط شوية كاجن يعطي الاكل نكهة مرة لذيذة. وخلاص كذا حنزل الدجاج، والملح احطه اخر شيء. قررت احط معاها كمان شوية ذرة، ملعقتين 3 يعني تقريبا. وبس راح انزل الدجاج قطعته صغار، وممكن دجاج مفروم كمان. نزلت الدجاج وراح احمسه عدل معاه لغاية ما ينضج الدجاج تماما. الحين عندي عجينة بوف باستري، راح افردها مع بعض لغاية ما تصير بحجم الصينية اللي راح اشتغل فيها. الخلطة اللي راح احطها على الوجه، حطيت جبن سايل، كريمة طبخ، قشطة، خردل، ملح، فلفل اسود، وراح احط شوية زعتر، اوراق زعتر. وراح اخلطها واصبها على الوجه، وارش الوجه بالموزاريلا، وادخلها الفرن مسخن على حرارة 200 من قبل ما بديت ابدأ.